لاعب لعب على اثنين، والله يجد النصر الحلول اكل يجد الملعب، من اكل الذي اقسم ينظم، بالله. يجد من كان يلعب ملعبه يتحرك. مو ملعب محاولة الاتحاد. يحيى إلى ساديو ماني على الهواء، الكرة بترجع إلى جواو فيليكس. شوف الساحر يتلاعب، بيعدي من لاعب من الثاني من الثالث، الكرة ما زالت وصلت إلى حارس اظن طلعت المرمى طلعت في طلعت. اللقطة الماضية من جانب جواو والله فيليكس. جو فيليكس جاي يتفنن هذا البرتغالي بث المباراة، والله ما اقدر فيها الكرة. حظر، انا ما اعرف نعم كيف اسوي يقدم فيه. حقيقة أدوار رقم 10 ويلعب يعني الكثير مبين من من الالو تبعك مثل المباراة، الأمور في والله ما تغيير اقدر. الاتجاهات. أيضا كرة إلى دانيلو، شوف الخروج، يحاول الآن فيها، كمان يضغط، يرتكب خطأ. شوف والله دانييلو عصب عليهم، جعلهم حدا يرجع يستلم الطابة مني، ما في حدا يستلم الطابة. محاولات الاتحاد من خط الدفاع، تشاهد هذا الأمر. الاتحاد ضايع يا جماعة بهالمباراة. شوف هذه اللقطة، هذا السقوط في اللعبة الماضية عن طريق كومان. شوف يقول الحكم خلاص آخر مرة يعني. هذا سامحني ان شاء الله اخر مرة ما عاد اعيدها. خطأ ينفذ الآن ايه دقيقة 63 يا جماعة. يرسل الكرة باتجاه 2-0 للنصر. كانتي في الجهة اليمنى، مباراة بيرسل من الكرة. طرف لم واحد. يكن لديه ردة فعل حتى هذه اللحظة. لحظات تشاهد فيها فريق الاتحاد. الشوط الاول كان بيه شوية فرص للاتحاد، بس الشوط الثاني ولا فرصة للاتحاد. جواو فيليكس يضغط في هذا التوقيت، الكرة بترجع مرة أخرى من جديد حتى الآن باتجاه حارس المرمى. شو تشجع النصر؟ رايكوفيتش في الجهة اليمنى، شوف كانتي. فريقي فايز الصراحة، يعني النصر فايز، بس التغييرات اللي صارت بعد الدخول. الشيء الزعل انه الاتحاد يا اخي ما اليوم ما نبى المستوى، يعني كنا نريد مباراة قوية. لكن شوف أيمن يحيى هدف من هنا هدف من هنا، مباراة حلوة. وبعد ذلك بس حاليا المباراة كلها من طرف واحد، يعني النصر حاله جاي يلعب شوف جو فيليكس جاي يرقص ثلاث اربع انت نصراني؟ ايه نصراوي؟ نصراوي مو نصراني، نصراوي. تحاول الان صناعه فرصه اخرى، لكن الكره بترجع من جديد. شوف مسيطرين على الملعب بالطول والعرض. عرضيه راسيه، والله الثالث قريب، الثالث قريب يا جماعه. الكرة اللي تحولت الآن من جديد، عادت الكرة إلى موسى ديابي. موسى ديابي بيرسل الكرة، يضل العودة إلى الخلف، ولكن الضغط من ساديو ماني، الضغط من جواو فيليكس. الوقت يمضي، هذا الجليدان. جواو فيليكس يستمر في الضغط. والله الاتحاد ما بيمؤشر ولو نتفة واحدة بس انه يرجع. هذه النتيجة حتى الآن بهذه الصورة، ولا محاولة ولا فرصة. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. يعني بس مشان الجماهير هاي الحاضرة المباراة يا اخي سووا بشيء. اللحظة الماضية جولة تسبق فترة التوقف القادمة، سيشارك في المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم. ايه جاي تصفيات. يحتاج في دائما كل فريق إلى دكة بدلاء وإلى نفس طويل. فرق تلعب الدوري، فرق تلعب آسيا، فرق تلعب الكاس، فرق تلعب أيضا وسط نجومها مع منتخبات أيضا تشارك في التوقف. تحسهم تعبانين بدنيا لعيبة الاتحاد. أنت دائما في ضغط الثلاث مباريات، مباراة كل 3 أيام، مباراة كل 3 أيام، ولذلك والله ديابي جاي يلعب بالنار. الجهاد الثالث لعبة مين؟ الاتحاد والنصر الدوري السعودي. كرة بترجع مرة أخرى، ماذا يحدث؟ الاتحاد والنصر الدوري السعودي، النصر مسجل هدفين، الاتحاد 0 لحتى الآن. ما أعرف كيف أسوي القناة. أنت موجود باليوتيوب، بس اكتب البحث كيف أسوي قناة يطلع لك. حضور مدرجاتهم وتحت هجوم وقوة فريق النصر. شايف هنا في اللقطة الماضية، وشايف هنا باراغواي، وحكم المباراة ماذا يحتسب في اللقطة الماضية اللي كان فيها أيضا اشتراك. أنا أشجع النصر، إيه أنا كمان أشجع النصر. حكم المباراة في هذا بس والله يعني صحيح النصر فايز لازم يكون مبسوط، بس يا اخي ما مستوى الاتحاد. نشوف ونتابع هذه ضربة ركنية، تقدم 5 لا المباراة يزعل. في منطقة الجزاء، هذا بروزو يلعب لك كرة عرضية، محاولة متابعة. الثالث والله الثالث اقرب يجي للنصر من ان الاتحاد يسجل هدف. مارتينيز عنده هدف، لانهم مسيطرين على المباراة بالطول والعرض. ان يتقدم القادم من اسبانيا، هذا اللاعب الاسباني الواضح كفو مدريدي، ايه والله نصراوي ومدريدي، ايش تريد اكثر احسن من هيك؟ كريستيانو رونالدو حوله. يا الدون، والله الدون ضيع فرصتين، الجول كان فاضي بس يستاهل يضيع قد ما بده عادي. يظل الدون ضربة ركنية، نشوف ونتابع هذه الضربة الركنية على يمين حارس
المرمى، عرضية لكن الكرة بتتخلص، جوه فيليكس بيرجعها، روحت إلى كريستيانو، عرضية لعيبة النصر مجدمين، تحس النصر هو المتأخر بالنتيجة. لكن لا وجود للمرتدات، سيما كان هناك خطأ، واتاحت الفرصة، اتاحت الفرصة، كريستيانو يصنع، تعود إلى كومان من جديد في الجهة الوحيد اليمنى. التفاهم حبيبي والله. يجبر الاتحاد الآن على التراجع في منطقته، لكن تصبح الكرة المرتدة المقطوعة، موسى ديابي لف ودار، موسى ديابي والخيبري حاول الطول ما في حدا يرجع معاه الخيبري يعني، حاول والله العظيم يعني شيء مو طبيعي يا اخي الاتحاد يا اخي. من الموقف كم 2-0 للنصر، الى منطقة جزاء النصر. كريم مش طبيعي الاتحاد يا اخي. كريم بنزيما الى العبود، عبد الرحمن العبود، لكن شوف من اللي معاه. اول ركنيه للاتحاد بالشوط الثاني يا جماعه، هاي اول مره يوصلون بها لمرمى النصر. وبعد ذلك ما شاء الله يبعد الكرة الى ضربة ركنية لمصلحة فريق الاتحاد، تنفذ بشكل والله كنت اتوقعها مباراة حلوة بس عبد الرحمن العبود، عرضية تصطدم، معقول النصر قتل المتعة من اول شيء؟ صارت مرتدة، هجوم فيليكس وسط أربعة يريد أن يتصرف، لكن كرهها سعد الموسى، كان يملك الشجاعة لكن الكثرة كانت تغلب ذلك. الكرة بترجع مرة أخرى، عرضية لكن الكرة بترجع مرة أخرى. ايه النصر ايه كريم بنزيما مع كريستيانو، والله حرام يا اخي، والله كنت مستني المباراة هاي من زمان. مع نجوم سابقين في ريال مدريد. هنا السقوط في هذا التوقيت متأثرا في كم مرة راح يطلع، كم النتيجة؟ ايقنا قد تماس، كم النتيجة؟ 2-0 للنصر، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو سجلوا، وكومان شكله انصاب راح يطلع. الموسم كما ينافس جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو على لقب هداف الموسم. عندنا صراع هدافين سيكون شرسا جدا. كم تتوقع؟ خلاص احس المباراة منتهية للنصر يعني، لان الاتحاد ولا كانه بده يلعب طاب ولا كانه بده يحاول انه يرجع بنتيجة او يسوي ردة فعل. يا اخي مو مشان الجماهير هاي كلها الحاضر المباراة يا اخي. كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، نسيت حد ولا طلع المباراة، والله ما اقدر اطلع المباراة لانه فيها الاحاديث الجانبيه بين كريستيانو رونالدو وسيم مكان. وهنا ايضا ساديو ماني الرقم 10، الرجل الذي حرام والله حرام، قص شريط هذا الكلاسيكو يا بالعرضيه يا كومان. حرام شفت الكلاسيكو اقسم بالله مستني هاي المباراة. شوف هذه الطريقه، خذنا الاتحاد والله، اقلب الشاشة يختبئ في مثل هذه يا جماعة المباراة والله، لانه فيها حضرة والله، صار على الريحة يلقطونها. شوف كريستيانو يدخل براسه الى المرمى. المباراة الماضية بثيت مباراة النصر والخلود، كان هناك امنيه جاني حظر، هي ان لا يتغير ضليت فترة محظور. وتبقى هكذا للابد. ما شاء الله عليك تسلم. ربما يقوله المحبون دائما ويعيدونها. اشتراكات كم يا جماعة بعد زي كم؟ ويحتفلون يا الدون قتلت المتعة يا الدون، والله قتل المتعة يا اخي، والله كنا نستنى مباراة حلوة. راحوا الدقيقة 9 سجلوا لي جول والدقيقة 32 انهى المباراة خلاص. تغيير بدخول اللاعب معاذ فقيهي. مدرب الاتحاد سوى تغيير واحد بس، لم يتغير الكثير من او تغييرين. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد. طلع عوار لانه انصاب فوت العبيد. طبعا بالمناسبة من احسن لاعب بالنسبة لي، في عدة مواجهات سابقة. احسن لاعب حاليا بالمباراة ساديو ماني، والله ساديو ماني مبدع. ترجع مرة أخرى باتجاه موسى ديابي. يعني عينك جوا فيليكس، اغلب الشاشة، والله ما اقدر اغلب الشاشة انا فيها حظر. مباراة الفرص، مباراة اللقطات، اللحظات، المحاولات، الكرة بترجع مرة أخرى. يلا يا بنزيما جول واحد بس، خلي المباراة تولع اكثر يا اخي. خروج خاطئ. الآن جمهور الاتحاد يقف في لحظات في الدقيقة 70 الآن يشجعون فريقهم، والمحاولة تصل إلى فيصل الغامدي، وصلت إلى بيتو. شوف هذا عشان ايش؟ تقابل لوران جيسوس زمان. عشان ايش؟ عشان تحلو المباراة اكثر يا اخي. لما كان لوران كان مع باريس، ولا هدف واحد، خلينا نعيش توتر، خلينا نعيش اثارة، مو 2-0 خلاص كسبت المباراة. 3-0 وفاز بنفيكا في الإياب 2-1. يعني جيسوس حتى هو مدرب بنفيكا فاز على باريس سان جيرمان. بعد ذلك تقابلوا في الموسم الماضي في الدوري، فاز جيسوس بلا مو في الكاس بركلات الترجيح وفاز في إياب. والله اقسم بالله كريستيانو وفيليكس وكومان ضيع فرص شيء طبيعي. عن طريق بيريغواي الاتحاد يحاول الآن بأي طريقة، عرضية، متابعة رأسية. لا
لا لا لا لا لا لا خلاص بطلت اريد جول، بطلت اريد جول، بطلت الكرة بترجع مرة بطلت. أراد الاتحاد طيب من يلا خلالها أن يقول ما زلت على لا خلاص ما عاد بدنا إثارة، ما عاد بدنا متعة، خلاص خلا يجي، خلاص 2-0. صدق هم هذول يجيبون جول زاد. في ماذا تفكر؟ الكرة بترجع مرة أخرى من جديد إلى الخيبري. خيبري يتقدم فيها في نص الملعب، فيها تمريرة راحت إلى كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يعود إلى الخلف، وقف سيطر بيرسل الكرة. كان فاتح لك ساديو ماني. في مكان التمريرة إلى بروز. مباراة بروز ايش فيها مباراة؟ تعود الكرة بعد ذلك. طيب مورتينيز بدنا نتابع المباراة. راحت إلى الخيبري. ما فهمت والله. وصلت الكرة ولكن ما كان فيها تفاهم في اللفتة الماضية. بعد ذلك شوف كريستيانو يصفق لأيمن يحيى في اللفتة الماضية يشجع. غني وين فانت ذا فويس ولا اربايدل؟ شوف الضغط، كمان يضغط او نواب بوشن. بيرغواين يضطر للعوده الى الخلف. جو فيليكس يقوم بواجبات دفاعيه، كومان صار ظهير ولذلك اعاده الكره الى الخلف. هذا لازم يطلع كومان. لجوء بعد ذلك الكرات العاليه. شوف الضغط، كانتي يضطر للخلف من جديد، تروح الى دانيلو. الان الكرات العاليه غير رايه كريم بنزيما. مش طبيعي يا اخي الاتحاد يا اخي ليش؟ الان خلف المدافعين، تمريره جميله من دانيلو باتجاه موسى ديابي. يلا يا موسى ديابي. لعب على لعب. اغلب الشاشه يا اخي. العرضيه عاليه والراسيه. لا 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 والله ما اقدر اغلب الشاشه لان فيها حظر. مكان بطريقه رائعه، ترجع الكره من عبد الرحمن العبود. فيصل الغامدي والعرضيه كريم بنزيما. الكلاسيكو ضاع فيها. الله عليك يا بنزيما. من الافضل ان تكون متسللا على ان تكون متحسرا. انظر الى الكره، شوف اللقطه. فيصل الغامدي يا استلامك والله قرب. يا تمرونك يا بنزيما يا تصويبه. لكن بين حضر مو حضر يجينا حضر على البث في اللقطه الماضيه. والكرة اللي بتتحول. والله الاتحاد ولا شو وصل؟ دقيقة 73 لسه وقت. ما في حالات كثيرة ترى راح اكلم الكابتن. جيبوا الثالث. الكرة فيها مصدر الفريقين. 4 حالات تسلل على يعني وش يعني اذا قلبت المباراة يجيني حظر على اليوتيوب اتبند المباراة في ولا مباراة نهائيا في ولا لقطة. الكرة بترجع الآن مرة أخرى والمتابعة الآن بتصل. طولتها يا كومان، طولتها يا حبيبي. ما رجع للفار كابتن صحيح؟ مسجل كريستيانو وماني. والحقيقة درس تحكيم كبير داخل الملعب، حكام يأدون بشكل كبير صراحة. ما شاء الله. الكرة بتتحول الآن مرة أخرى في مكان فيها تمريرة في الجهة اليسرى باتجاه بروزو بيرسل الكرة. ساديو ماني ممكن التمريرة. أخي يا ماني لو ظابطة يقراها سعد الموسى والكرة بتتحول مرة أخرى. والله الاتحاد بلش يتحرك. ربع ساعة مشاهدين، ربع ساعة كل ما تبقى الوقت لشوط المباراة الثاني. الكرة بترجع إلى كريم بنزيما، لاعب على فريري لعبد الرحمن العبود. التصويبة ولكن الكرة بعيدة من جانب عبد الرحمن العبود، ما اصطدمت في حد، تحولت إلى رمية تماس نصراوية. سير جيسوس شوط المباراة الثاني ولاعبو النصر ربما كما يريدون. من موقع ايش تتابع المباراة؟ شو أحسن فريق بالنسبة لك؟ بالعالم ريال مدريد وبالدوري السعودي النصر. هذول الاثنين اللي جاي اتابعهم. من موقع ايش اتابع المباراة؟ هي مقبولة على قنوات في فترة التوقف واستراحة التمرين. كابتن خليل، تقييمك حتى الان الى اخر ربع ساعه لاداء حكم المباراه وحكم هذا الكلاسيكو؟ حتى الحكم ما له علاقه الحكم يا اخي، الحكم بالعكس اداؤه كويس، بس هو الاتحاد هو الصراحه بالمباراه هاي تحس اللعيبه عندهم هبوط بدني كبير، يعني ما في لعيبه عم تركض، ما في لعيبه عم تتحرك. كان بعضها من حالات تسلل. غالب الحكام يعلنون عن التسلل. شوف الجمهور حتى الان جاي يدعم، جاي يحاول، بس اللعيبه هم ما بدهم. اسهم الحكم صراحه ما شاء الله عليك كبير داخل الملعب. ادارته ممتازه، تقديره للاخطاء عالي جدا، عدم منح اي انذار حتى الان دليل واضح على قدرة الحكم أو شخصية الحكم على السيطرة على اللاعبين وقناعة اللاعبين في أدائه إلى الآن. طبعا هم ماخذين كول بريك يعني فترة شرب مية. الحالات التحكيمية لن تنتهي. خلينا ننتظر إلى نهاية المباراة.
خليل مثل هذه المباريات هل يمكن للحكم المباراة بين مين المباراة بين النصر والاتحاد. تنافسية النصر 2 الاتحاد 0. أن الضغط دائما يسيطر على المباراة نصراوية بالكامل. الاتحاد صار له كم محاولة على الجول بس السيطرة بالطول بالعرض للنصر. الآن شيء حقيقة يضاف إلى هذا الحكم احترامه للمباراة. حقيقة عرف مستوى المباراة قبل أن يدخل المباراة، عرف إيش من قناة مدى أهمية الدوري، مدى أهمية منقول على قنوات 8 جعله يؤدي حقيقة أداء كبير. وللمعلومية فارس الحكم من الحكام المرشحين لكأس العالم 26. شفت قناة ريال مدريد شو منزل على حكم المباراة تبع ديربي باكر بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. عمره ما زال صغير. يا اخي احس ريال مدريد هو اللي جاي يستفز الحكام، هو ريال مدريد جاي يستفز العالم. يعني انا راسي يعني مدريدي وكم النتيجة 2-0 للنصر. الأوقات الأخيرة وإلى القسم الأخير أقول لك لغزة لا أقول عايز كولد بريك يعني عادي نحاول معه. جرحي كبديل أيضا يأتي. تحس قناة ريال مدريد قاعد تستفز الحكام وتستفز كل شيء عشان يجون ضدهم. ما اعرف هذا هيك احساس عندي. شاهدنا قبل قليل لحظات على جماهير الاتحاد الغاضبة، لكن انظر على راسي كلنا قاعد نشوف انه بي ظلم، بي شغلات ما تنحسب، بي شغلات شيء، بس مو لك على كل حكم على كل مباراة تنزل له مقطع فيديو سعيدة حتى تشهر امه بيه. سعيدة حتى الان بصدارته، سعيدة بشكل الهجوم. احس الشيء هذا غلط في هذا الموسم ولا شك بانها تتمنى قبل الاتحاد يفوز ما يخلق يجي شيخ خالي عندنا البيت وهو معصب لانه هو الاتحاد يعني فاز الاتحاد سنكون على موعد مع الكثير من القمم. والله يعني انا كمان ودي الاتحاد يرجع، ودي الاتحاد يعني تصير مباراة حلوة، بس حتى الان ما في شيء، ما في مؤشر للمباراة. المباراة مملة، عوار انصاب يا عوار انصاب. والله الاتحاد بلش يرجع بس متأخر. كم باقي يعني 13 دقيقة فقط. ساديو حاول بحل فردي لكن شوف لوران بلان وسعد الموسى في هذه التقدير. الاتحاد اخر 10 دقائق الصحة يريد يسجل. دقيقة هذا ساديو ماني. ميزة لاعبين النصر انهم يجيدون الحلول الجماعية والحلول الفردية متى محتاج. نعم النصر السنة هاي الفرق الوحيد عنده انه عنده جودة باللعب الجماعي وجودة باللعب الفردي. يعني اللعبة مسكرة بحلول فردية يقدرون يسرعون الفارق. الى مارتينيز هذا يعطيك حلول اضافيه. شوف يا سلام فكشة رحيلة. اي بلشت تولع على المباراة. يا جماعه شوف هذه اللقطه ودخول الان الكبار. جيسوس دخل بينهم الان ايضا وهدوا. شوف جيسوس في هذه اللقطه اخر. والله جيسوس المدرب يا اخي الاتحاد. رونالدو خرج لا بس لاعب في الكلاسيكو في غضب يكون طبيعي جدا ايضا. فقدان التركيز. شوف لان يقول له مرتين. نشوف هذا تدخل من جانب سقوط مارتينيز. سلامات ان شاء الله. لعبة الاتحاد خرجوا عنا المباراة وبعد ذلك على التسديد الخطا اللي كان. والله المباراة ولعت. يحتاج ايضا بسرعة لما تنضغط تفقد اعصابك تتصرف. ولذلك في كرت اصفر الان. نوبة الغضب لا تفوز ابدا. نوبة الغضب لا تفوز ابدا. سوريا الان الهجوم كرت اصفر لبيرغواي اللي كان ممكن. بيرغواي ما سوى شيء بالمباراة. قال لك شو اسوي؟ راح اتعارك مع اللعيبة. في خروج عن النص من جانبي الفريقين لكن اسوي له كم لقطة تيك توك. دخلوا يعني فكوا الامور ولا نشوف المحاولة والكرة بترجع لهم في نص النصر هد الرتم بحيل لانه شاف الاتحاد رجع ممكن تغيير الاتجاه. السلام على كريم بنزيما. عبد الرحمن العبود لعب على لاعب ينتظر المساندة العرضية تاتي. يا اخي العبود اقسم بالله من فات اريد بس اشوف تمريره واحدة منه صح. جواو تمريرة جواو تغيير جواو في اللقطة الماضية. فابينيو يفتك والله نعم يفتك الكرة على اخطبوط فابينيو لكن حكم المباراة يحتسب الخطأ. هذا اللاعب اللي بدأ في جمهور الاتحاد يمكن راح يستنى الحكم المباراة بعد المباراة يقدر بس يطلع. مباراة مع رديف ريال مدريد أعير بعد ذلك إلى موناكو. فاز بالدوري رفقة مبابي وبرناردو سيلفا قبل أن يقوده ذلك التألق إلى أن يصبح بعد ذلك من حقبة ليفربول الذهبية. أنا تستخدم شامبو. شو تستخدم حاز فيري؟
ليش ما توري المباراة؟ ما أقدر لأن في حوار. ونشاط وحيوية يقدم حتى الآن فرقة هجومية. لا كلكم اشتراكاتكم يا جماعة، عزكم يعطيكم العافية. رائعة. كريستيانو يصنع الكرة ولكن الكرة أيضا قد تتحول مرة. يعني شلون تنطي متاحة فرصة وبعد ما تروح الطابة ترجع تسوي خطأ؟ بعض الأخطاء بعض الأمور. الشوط الثاني مشاهدينا متابعينا الامور قربت الى في كرت اصفر لسه نازل احمد شراحيلي مشترك بالقناه ولا لا؟ كرت اصفر الان في اللقطه الماضيه وهذا خطا لمصلحه فريق النصر. 2-0 مشاهدينا. شراحيلي فات وخذ بطاقه صفراء دغري، اول لمسه له بطاقه صفراء. وفض اشتباك الصداره والفريق الوحيد اللي حتى الان. ايه يا جماعه، المباراه راح تحسم اللقب هي مباراه النصر والهلال. هذيك المباراه راح نشوف مباراه لا يمكن ايقافه الان الا بهذه الطريقه. نشوف الان بروزوفيتش على تنفيذ هذا الخطا. اتوقع انه النتيجه هاي راح تظل هي نفسها يعني، الا اذا كريستيانو كان له راي اخر. والله حلوه يا مجنون، حلوه يا مجنون، يا مجنون يا جو فيليكس. وسط كل هؤلاء النجوم يمكن له ان يسرق عينيك، يمكن له ان يستحوذ على قلبك. انه جو فيليكس. والله حلوه يعني، ما كانت بعيده بس يعني حلوه. والاسماء الاتحاد يا اخي احسه لسه على نفس فلسفته من الموسم الماضي، يعني ما جدد، لا سوى صفقات، لا سوى شيء. يعني حق النصر خرب الدنيا، جاب فيليكس، جاب كومان، جاب انيجو مارتينيز، جاب لعيبه كثار. الهلال خرب الوضع. اخي الاهلي جاب لعيبه، يعني ما جاب لعيبه مشهورين، جاب لعيبه محليين بس سوى صفقات. يعني الاتحاد ما سوى حتى ولا صفقه. يعني انت حامل لقب وعندك دوري ابطال اسيا وراح تشارك ب لكن محطه مهمه جدا. لا ما راح تشارك كاس في مكان حامل اللقب وان تحقق. طبعا الاهلي الله انزعجت عليه لان طلع من كاس القارات. سلطان الغنام يتلقى التعليمات الاخيره من قبل المدرب كيسوس في مباراه. ليش دائما الانديه الاسيويه تعاني قدام انديه امريكا الجنوبيه؟ يعني بس اريد اعرف. يعني الهلال طلع من نص النهائي كاس العالم للانديه قدام انديه من امريكا الجنوبيه. زاد البارح الاهلي طلع. يعني هذا الشيء يثبت لك انه انديه امريكا الجنوبيه خلاص طغت على انديه اسيا، حتى على بعض انديه اوروبا طغت. مرحبا. لايكاتكم واشتراكاتكم يا جماعه، 47 واحد على البث، يعطيكم العافيه. منذ عهد الاحتراف الان نشوف النصر يبحث عن انتصار لكن الاتحاد يتمسك بما تبقى من امامه. والله جمهور الاتحاد يا اخي احييهم اقسم بالله، احييهم لسه ثابتين ومتيقنين انه يمكن يجيبون التعادل او يمكن يجيبون هدف. عرضيه راسيه ولكن الكره فيها صافره والخطا في مكان طايح على ارضيه الملعب. شوف من اللي اشترك معاه، ليكون فابينيو هو اللي اشترك معاه. سلامات ان شاء الله الى سيامكان ولعب فابينيو في اللقطه. جيب الشاشه، والله ما اقدر اجيب الشاشه لان فيها حظر الشغله. شوف السرعات اللي تصير من تحت لتحت. طبعا فابينيو لعب وسط ولعب ايضا احيانا دفاع. تتذكر عندما كان يغطي غياب فان دايك او ماتين ايضا او جوميز وايضا مع فريق الاتحاد يعرف مثل هذه الامور ايضا. الدقيقه يا جماعه اللي يسال 85 نتيجه 2-0 للنصر. فابينيو خطا لمصلحه سيامكان. الصوت يرتفع مشاهدينا متابعينا. ممثل بارع يا تسليكاس سيميكان. ونحن نصل الى اخر 5 دقائق. هل سيخرج كومان افضل صانعي النصر في هذا الموسم على مستوى؟ والله كومان مخرب جيب الشاشه. يخرج في هذا والله ما اقدر في حظر. الان وضعيه جدول الترتيب بهذه النتيجه. النصر في الصداره عنده 12 نقطه ب4 انتصارات. الاتحاد في المركز الثاني 9 نقاط. التعاون في المركز الثالث 9 نقاط. الهلال في المركز الرابع 8 نقاط. والاهلي في المركز الخامس ب8 نقاط. الاهلي مستحيل يجيب انه يحاول ينافس على اللقب السنه. ونحن نصل الى اخر 5 دقائق. احس الاهلي يركز على دوري ابطال اسيا كما يركز على الدوري، او يركز على الكاس اكثر ما يركز على الدوري. تحسه ما عنده النفس تبع الدوري. نشوف الطريقه اللي راح يعني اتوقع الدوري السنه هاي راح يكون بين الهلال والنصر. هذه خيارات جسف اعتقد. طبعا لسه بكير يعني، بس مش هيك توقع يعني. يروح يمين
على ده ارجع نشوف من الانديه والموسم. خلصت مهمتك الدفاعيه، الان تقدم الان هجوميه، الكره بترجع مره اخرى، والكره بترجع الى بروزو في نص الملعب من جديد، تعود الكره مره اخرى. احد اهم اللاعبين في تشكيله جيسوس دائما وابدا، حتى وان لم تنتبه للامر. جيب الشاشه، جيب الشاشه، ما اقدر يا جماعه والله في والكره حوار. بترجع، وصلت بعد ذلك الى بيريغواي، فابينيو يا سلام يا فابينيو، بيلعب الكره في مكان الى كريم بنزيما، والى بيريغواي، المسانده تاتي، العرضيه تاتي، بيريغواي ياتي، والتمريره يا كانتي، البينيه ممكن، لكن الله على قطع الكره. تسلل يا حبيبي تسلل. كان متسللا، الكره بترجع، رايه متسلل. كم 2-0 للنصر. مرحبا. تسلل ياتي متاخر بعض الشيء، لكن يحتسب. خلاص اتوقع النتيجه حسمت. هذا الاتحاد اللي فوتوه العبود، اقسم بالله انه نكب الجهه اليسرى العبود. فريق لاعبي الاتحاد، هل يبدو يائسا لوران بلان تحت انظار هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الذي يستعد لمشاركة في الملحق بحثا عن تأهل منتدين آخر في تاريخ الأخضر السعودي في منافسة أخرى، والكرة بترجع مرة أخرى إلى والله حرقة يا في أخي. مكان بيرسلها كرة من الجهة اليمنى إلى أيمن يحيى. 10 ما أدري 15 منتخب عربي وما تأهل منهم غير الأردن. ما زالت والثلاث دقائق الأخيرة. الله يا كريستيانو على الضغط. لكن لمسة يد يا كريستيانو، كريستيانو يضغط أيضا، كريستيانو يدافع أيضا، ونشاهد ذلك في هذا التوقيت. ليش ما تقلب الشاشة؟ ما تقلب الشاشة انه اليوتيوب بعدين يحضرني فيها حظر. الى سعد الموسى، سعد الموسى في مكان الى كانتي، محاولة لتغيير الاتجاه. في الشوط الاول الاتحاد على الاقل كانت له في بعض الفرص، تخيل الشوط الثاني اللي هو محتاج اساسا فيه ردة فعل، اللي هو اساسا محتاج فيه ان يعود المباراة. لم تكن تلك الفرص اللي على الاقل كانت في الشوط الاول حاضرة في الشوط الثاني. جمهور الاتحاد بلش يطلع. في تسديدة كانت اخر دقيقتين يا جماعة على المباراة. تلك التسديدة مبروك لي. عادي اقلب الشاشة، عادي عندك كلمة اقلب الشاشة، انا اخذ الخبر. اسكتني يا العبود، لكن العبود ما راح يسكت لي. سلطان ياتي ويبعد الكرة. كم النتيجة 2-0 للنصر. ساديو ماني دقيقة 9 وكريستيانو رونالدو دقيقة 35. هجوم فيليكس راح يتسرب، هنا السقوط، حكم المباراة يشير إلى ماذا؟ خطأ يحتسب على جواو فيليكس. جواو فيليكس حسب صفر له غلط خطأ. جواو فيليكس، شوف الآن المشهد. جمهور العالمي. جماهير النصر السعيدة، الفلاشات، الأهازيج، جمهور العالمي المعروفة يأتي إلى هنا ليرد أيمن يحيى طلع يا جماعة. هذه الأصوات في جدة، يا للمنظر، يا للمشهد، يا للمتصدرين، يا للمتصدرين. إن شاء الله إن شاء الله حطيتك اشتراك تسام حبيبي والله. كم النتيجة 2-0 للنصر. في صدارة دوري روشن. طلع أيمن يحيى قبل التوقف، يستمرون حتى هذه اللحظة بسعادة كبيرة واحتفالية كبيرة من جماهيرهم الحاضرة. علي الحسن سيشارك. علي الحسن فات بدل أيمن يحيى. في هذا التغيير راح نشوف الآن الدقيقة 90. شوف مباراة كبيرة لأيمن يحيى، كبيرة جدا. خيبري والآخر يحصل على التهنئة ويحصل على التحية. شوف هذا الخيبري عبد الرحمن غريب سيشارك الآن في هذه الأوقات. عبد الرحمن غريب السنة الماضية طلع إعارة يمكن من النصر، ما كان مشارك. مشاركة في مثل هذه المباريات أيضا. ونشوف الآن يخرج أيمن يحيى من الجهة المقابلة، يشارك عبد الرحمن. فات غريب بدل أيمن يحيى. غريب والكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى، محاولة، الكرة بتتهيأ. والله الشوط الثاني لا ديابي ولا بنزيما ولا بيريغوين ولا كانتي ولا فابينيو. مع انه النصر ما عنده خط وسط يعني، بس هجوم. تغيير الاتجاه، طويلة وأمامية، كريستيانو يريد الوصول، المرمى فاضي يا حرام. عبد الرحمن غريب ضيع 5 دقائق. انت فين عايش؟ انا باسطنبول. شوف اللقطة، شوف يا ساتر يا ساتر. يمكن عشان أول لمسة، يمكن عشان أول لمسة.
كرة بتتحول الآن من جديد مرة أخرى في الجهة اليمنى وصلت. حرام والله الاتحاد على المباراة هاي. 5 دقائق كوقت بدل ضايع. والله شفت توقع مباراة صد ورد. نعم قدم الاتحاد في هذه المباراة حضورا جماهيريا كبيرا كان يليق به نتيجة أفضل، لكن فريق الاتحاد اليوم لم ينجح في أن يقدم ما قدمته جماهيره أبدا. الكرة بترجع مرة اي والله الجماهير قدمت بس اللعيبة باتجاه بينتو، بينما النصر قدم لنا أداء مذهلا كبيرا ممتعا، سجل هدفين في الشوط الأول وأضاع الكثير في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. طبعا يا جماعة بكرة إن شاء الله راح يكون بلايف مباشر على ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد. من الضربات خليكم تكونوا على الموعد إن شاء الله. شكلا أتكلم شكلا من أول مباراة كبيرة لتشافي الونسو مع ريال مدريد الذي كان في فترة بإسبانيا طبعا مع فريق العين الإماراتي. شوف هذا جواو فيليكس وهذا السقوط وهذا أتلتيكو مدريد سبحان الله بكل المباريات يكون نايم يجي قدام ريال مدريد يصحى يفعل وضعية الوحش الكاسر بطل الدوري. مرحبا مرحبا. في محك كبير جدا يقدم نفسه كما يجب للمتصدر كما يجب للمرشح. والله زعلان أكثر شيء زعلان على جمهور الاتحاد الحضر المباراة. العرضية قد تأتي والعرضية يا ساتيو والعرضية يا ساتيو المتابعة الكرة بتأتي سعد الموسى يفتك الكرة ترجع الكرة مرة أخرى إلى كانتي في نصف الملعب في التمريرة تعود الكرة مرة أخرى من جديد المحاولة والكرة الطويلة والعالية والأمامية نواف بوشان في مكان بيرسل النصر يبعث برسالة قوية لكل الأندية. أنا جاي السنة ما جاي يلعب جاي ياخذ البطولة جاي ياخذ الدوري. وكريستيانو صور لكن ناتانيلو انه يشعر بالتعب. نعم لا يشعر بالتعب. ما زال يركض ما زال يحاول ما زال يسدد. رونالدو يا لي هذا الاسم الذي يتردد صداه. باقي دقيقتين يا جماعة ويخلص الوقت الإضافي كمان. ألف مبروك لجماهير العالم هذا الانتصار المستحق، هذا الانتصار الحارق المتفجر، هذا الأداء اللي قدموه يبعث برسالة لجميع منافسين أن النصر النهاية جاي ياخذ الدوري. أما بالنسبة للاتحاد هارد لك لجماهير الاتحاد صراحة اللعيبة اليوم خذلوا الجمهور هذا الكبير الحضر المباراة. مباراة كانت من طرف واحد بمعنى الكلمة يعني مباراة من طرف واحد. النصر سيطر على المباراة بالطول والعرض قوة هجومية ضاربة للنصر. بينما هنا شوف الضغط حتى النهاية فالاتحاد عليه يضبط أمور أكثر عليه يضبط أمور كثير. أن الكرة ملكهم ولا يريدون أن يفتقدوها أبدا. خروج الدون كريستيانو رونالدو من أدخلها إلى الشباك هنا الراسية بدون ارتقاء. هدف راسي رونالدو ارتقى في الاحتفال أكثر من الهدف. كيف هذه اللقطة اسمع الصوت انهم يقدمون له تحية وسيشارك مكان عبد الاله العمري اللاعب الذي لعب للفريقين الى جانب ايضا احمد الدوخي الى جانب سعيد غرام الى جانب اسماء كثيره لعبت الفريقين ذكرنا بعض منها في الشوط الاول. فكان المباراة خلصت يا جماعة خلاص يعني اخر ثواني المباراة. مبروك للجماهير العالمي هذا الانتصار المستحق. هاردك لجماهير الاتحاد. بكره ان شاء الله راح يكون باللايف مباشر على مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد. خلوكم ان شاء الله على الموعد. يعطيكم العافية على اشتراكاتكم ولايكاتكم الحلوة. ان شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله. يعطيكم العافية يا جماعة.